اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس ويلقاكم هذا الفيديو كامل بصحة وعافية. يا درا يا البنات، واش حوالكم؟ واش خباركم؟ يا درا الاجواء عندكم؟ حنا راهو الغبار كيما نقولوا الشهيلي الفونصابل راهم داير حالة. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، وادعيوا البنات ان شاء الله يغيثنا ربي سبحانه يا رب العالمين، اغثنا غيثا نافعا. ربي ان شاء الله يسقينا وتصب النور ان شاء الله يا البنات. جيتكم بفيديو جديد، عشاء خفيف ظريف. هنا عيط لي خويا وقال لي راني مروح عنده بزاف وهو غايب على الدار، قال لي راني في الطريق. وجدت له عشاء يعني خفيف، ماشي يعني حاجة كبيرة، ولكن وصفات صدقوني يا البنات يسلكوا ويصلحوا الضياف الغفلة. ونعت لكم ثاني في الفيديو البنات النتيجة تاع البريوش اللي كنت درته معاكم في اللايف. اللي ما تفرجتش البنات اللايف وبغات تشوف الوصفة راهي في القناة اللايف، اني خليته مسجل. وهنا نبداو في الوصفة تاعنا على بركة الله. هنايا البنات شوفوا درت شوية ملح، شوية كزبر، وشوية راس الحانوت كيما راكم تشوفوا. ودرت البنات شويه ثوم. هنا رحت نروح نجيب المغرفه، ما نكذبش عليكم راني نخدم يعني على طبيعتي كيما نقولوا. درت شويه ثوم، شويه بصله مسكرفجه عفوا. وهنايا كان عندي البنات ربع صدر تاع الدجاج، يعني طرف صغير. حاولت ندير به بلا يعني نسلك الحاله. هنايا البنات اعجنوا مليح، اللي عندها البنات دبشه ولا معدنوس بطبيعه الحال تزيد. هنايا البنات عجنتهم مليح، دخلتهم في بعضهم بعض. وجبت هنايا الفرينه. شوفوا البنات، الفرينه ما نديرش في العجين كما تعرفوا الدجاج يلصق. نحاول انه ندير الفرينه في يديا، ما بغيتش ندير الزيت لانه الفرينه باش من بعد يتحمروا لي البنات. شوفوا الطريقة هذه يا البنات يعني جربوها والله ما تندموا. شوف تصلح في أعياد الميلاد، تصلح مقبلات، تصلح في التقديمات، في حفلة النفاس. والله العظيم يعني جات روعة. يجيوك هكا مهيبة ولا يجيوك ضياف، ولا تصلح حتى الخطوبة تقدميها البنات هكا مع العصائر كيما راهم يقدموا دوكا لي صالي. يعني صدقيني يعني والله غير حاجة بريستيج. دوك تشوفوا النتيجة، تبعوا الفيديو الأخير، النتيجة يعني ولا أروع. شوفوا البنات هنا يعني نعاون بالفرينة، واللي تحب البنات دير بالزيت دير بالزيت. أنا رغم أني نكره البنات الفرينة كما قلت لكم من قبل، الفرينة طرش كلش. هنايا شوفوا البنات درتهم هكا صبيعات. وهنايا البنات تبعوا الفيديو مليح. هذاك البان خبز الطوست، تبعوا مليح تشوفوا واش راح ندير به. هذاك البنات خبز الطوست كنت شيتو المره اللي فاتت اخي شاركته معاكم. يتباع باكي فيه 50 شريحه هكا تاع خبز الطوست ب10,000، فيه 50 حبه كيما نقولوا. قلت لكم شوفوا الحبات تاعو البنات. هاي الحبه تاعو كيفاه تجي البنات، يعني 50 حبه كيما هكا ب10,000. شو تجيبوها البنات وحاولوا تجيبوا منشار تاع الخبز باش ما تفتلكمش الحبه. وبداو البنات تقصوا هذو الحواف. بطبيعة الحال البنات حنا راح نستخدموا هذيك البابة اللي في النص كيما نقولوا لها حنايا. هذه الحواف البنات ماشي راح كيما نقولوا ترميوهم. شوفوا البنات ارحيوهم وديروا بهم لا شابلور، يجيو يهبلوا خير من الخبز الاخر. شوفوا راني نوري لكم هاي كيف نحيت لها الحواف. انا نحي الكميه هذه، نكمل الكميه تاعي. انا درت 6 حبات نكملهم ونولي لكم البنات. هنايا البنات بعد ما كملتهم شوفوا تجيبوا القنوط وحاولوا يسيسوهم شويه البنات لانه سهل به يتفتت، سورتو اذا كان شويه نوعيه ناقصه. شوفوا البنات عاونوا بالقنوط كيما نقولوا، سيسوهم برك وبداو تفتحوا. انا نفتحتهم البنات يعني على 6. دوك نروح البنات انا نكمل. شوفوا لازم تسيسوهم، نكمل نفتحهم كامل ونولي لكم. هنا البنات الصبيعات تاعي كنت قليتهم، يعني قليتهم عادي في الزيت هام ليكم. وجدت لا شابلور رحيت الحوافة البنات اللي نحيتهم الخبز الطوست عفوا هي خبز الطوست تاعي. هنايا البنات نفصل بياض البيض تاعي. الصفر نخليه نحتاجه في وصفة واحدة أخرى.
والبياض دوك تبعوا الفيديو وتشوفوا واش راح ندير به. يعني يا البنات صدقوني يعني وصفة جد رائعة وسهلة وما تديركش بزاف الحوايج. هنايا البنات ندير له قرصة ملح للبيض تاعي، ونبدا نخلط فيه كيما خلطوها البنات مليح مليح باه ما يقعدوش فيه هذوك الخيوط ويقعد يلصق لكم كشغل يعذبكم في الخدمة. هنايا البنات تخلطوا البيض تاعكم مليح، ومن بعد واش ديروا البنات تجيبوا لا شابلور تحطوه بحذاكم. بعدا البنات نجيبوا هذاك خبز الطوست، خبز طوست البنات اللي مبغات تشريه واجد راكي تقدري تخدميه وساهل باذن الله. راح نشاركه معاكم انا هذا شريته واجد، قلت لكم 50 حبه ب10000. ومن بعد تحطوا هكا هذيك الصبيعه تاعكم تاع الدجاج وتروليو. ومن بعد البنات كي تروليو تحطوه في بياض البيض، حاولوا تسعفوه. شوفوا البنات تحطوه في بياض البيض وتعاودوا تحطوه في لاشا بلورا البنات وتقليوه. انا هنايا كملت الكميه تاعي. تروليو هذيك الصبيعه في خبز الطوست، ومن بعد تلوحوها في بياض البيض، ومن بعد تلوحوها في لاشابلور تقليو. هنايا البنات كانوا عندي دي بولات تاع البطاطا، كنت درت بطاطا وشويه هريسه شويه توابل، اللي عندها معدنوس ولا دبشه تزيد الدير. انا درتهم وشكلتهم كريات بهذا الشكل وهذوك صبيعات. هنايا البنات راني نوجد باش ندير لاصوص طوماط، درت لي زيبيس والملح شويه طماطم صبره شويه هريسه بصله ثوم وطماطم سكرفشتها. ونجيب لي بولات هذوك تاع البطاطا. هنايا البنات ما درت لهم لا فرينه لا شابلير، ما درت لهم حتى حاجه. يعني غليت البطاطا درت لها لي زيبيس ودرت لها شويه هريسه اللي عندها معدنوس ولا دبشه بطبيعه الحال راح تزيد فيها كيما نقولوا حنا نص، وتزيد تعطيها بنه على بنه. ونجيبهم نستفهم هكا في بلا اللي يروح للفور وحطوهم كي تنشف هذيك لاصوص طوماطه البنات. انا كسرت عليهم البيض، واللي تحب تزيد الفوق ومتوفر عندها الفرماج رابي تزيد الفرماج رابي. هذا البنات البريوش اللي كنت درته معاكم في اللايف البارح، واللايف اني سجلته لكم خليته لكم مسجل، اللي حابه الوصفه ترجع ليه. انا هنايا البنات زي من الاضاءه برك كانت الاضاءه قويه بزاف، راهو جا يعني محمر بزاف يعني ما شاء الله. شوفوا البنات من التحت كيفاه طابلي. شوفوا هذو الصبيعات قدمتهم انا وتحتهم البنات هذاك الكرمه وبيض ما يبان شويه طماطم. هنا كان عندي الزيتون ونسيت نحط، حطي زيتون خضار ولا زيتون كحل ولا تقدميهم بسلاطه. وهنا كان جانا انسان عزيز على قلبي بزاف بزاف، جاب لنا هذا التفاح تاع حيدوسه، نقولوا شكرا وبارك الله فيك وكثر خيرك. هنا البنات شوفوا البريوش تاعنا كيفاه جا خفيف. المعقودة في الفور جات ما شاء الله، يعني جات تشهي البنات، يعني كيما نقولوا حنا جات يعني ولا اروع. شوفوا زينتها بشويه فلفل خضر لانه ما عنديش الدبشه والمعدنوس، درت لها هكا شويه مايونيز. قلت لكم هذوك الصبيعات تقدروا ديكوريوهم بسلطه خضراء، تقدروا تقدموهم على صوص الجيريان، انا هنايا زدت معاها مايونيز وهريسه وشويه ثوم، خلطتهم وحطيته لهم يغمسوا فيهم. وهنايا البنات نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش بجام ومتابعه للقناه وتعليق وسلام.